الولد ما بيعيطش، انت راجل. البنت لازم تكون هاديه ومؤدبه، عيب تزعقي كده. كل دي رسائل كبرنا عليها ودلوقتي بندفع ثمنها. الولاد دايما بيكبروا وبيبقوا سامعين الولد ما بيعيطش، خليك قوي، العياط ده للبنات. فبيكبروا مش عارفين يعبروا عن مشاعرهم، مش عارفين يطلبوا مساعده من اللي حواليهم. اما البنات بقى اللي زي وزيك، كبرنا بقى واحنا سامعين البنت لازم تبقى مؤدبه، عيب تزعقي، لازم تبقي لطيفه مع الكل. فكبرنا بنكتم غضبنا ومش عارفين نقول لا، دايما بنحط احتياجات الناس قبل احتياجاتنا. وتعرفي ايه النتيجه؟ بيرن اوت واستنزاف. انت دلوقتي محترقه عشان اتعلمتي تكوني مؤدبه وبس طول الوقت، تديهم كلهم وتنسي نفسك، تفضلي مبتسمه وفرحانه وتكتمي زعلك. ودي مش قوه، دي صدمه متكرره. والبيرن اوت نتيجه طبيعيه جدا لما تكبري. طبعا الحقيقه ان المشاعر مش عايزه حاجه اسمها بنت او ولد، راجل او ست. بتكتمي كل حاجه جواكي، وولادك محتاجين يتعلموا غير كده، محتاجين يعرفوا ان كل المشاعر مقبوله. في الكوميونتي بتاعتنا بنبدا نفهم ازاي الجنريشنال تروما أثرت فينا وممكن تكون سببت لنا البيرن اوت. بنتعلم نساعد نفسنا ونحاول نتشافى، او على الاقل نعرف ايه اللي موصلنا لده، ونربي ولادنا بوعي من غير ما ننقل لهم نفس الصدمات. لو عايزه تبداي رحله التشافي وتحمي ولادك من مستقبل يكون فيه استنزاف او بيرن اوت زي اللي انت حاسه بيه، ابعتيلي او اكتبيلي في الكومنتس كلمه بيرن اوت، واستنوا الاجزاء اللي جايه عشان تعرفوا ازاي الصدمات بتسبب ان احنا نوصل للبيرن اوت كده.